اسمه تصميم آليات دورغو برودني بالتعاون مع وزارة الطاقة الروسية اختبارا ناجحا لنوع جديد من المناطيد الجوية من دون طيار. وبحسب مصنعيه فإن هذا النوع الجديد من المناطيد ليس له مثيل في العالم. محمود صمودي والتفاصيل. هذا ليس صحنا طائرا صنعته أيدي مخلوقات فضائية ولون بألوان أرضية، بل هو أنيوتا، اسم فتاة روسية أطلقه القائمون على هذا المنطاد الفريد من نوعه في العالم. لا يوجد لهذه المركبة مثيل في روسيا أو في العالم. تحدث كثيرون عن هذه الصحون الطائرة منذ الحرب العالمية الثانية وفي عهد ألمانيا الفاشية، ولكنهم لم يبتكروا شيئا جديدا، وهذا نتاج ما جمعناه من معلومات ومعدات وتقنيات من تلك الفترة، وأضفنا إليها خبرتنا واخترنا له اسم الحسناء الروسية أنيوتا. والجديد في هذا المجسم أيضا أنه يعمل من دون طيار، أما مجالات استخدامه فكثيرة ومتعددة، بدءا من عمليات المراقبة الجوية وانتهاء بالاستخدامات العسكرية والاستخباراتية. هذا الجهاز يقدم خدمات عالية، فباستطاعته تحديد أماكن حرائق الغابات عبر كاميراته، وكذلك باستطاعة من يتحكمون بهذا الجهاز عن بعد قد يصل لنحو 250 كيلومترا مشاهدة ومتابعة أوضاع أنابيب النفط والمولدات الكهربائية. ومن أهم استخدامات هذه المركبة بالنسبة لوزارة الطوارئ مراقبة وإضاءة مواقع أولمبياد سوتشي عام 2014، وهذا ما يعزز أمن المشاركين. بالإضافة إلى الاستخدام الآمن لهذه المركبة، فهي أيضا قادرة على القيام بمهام استخباراتية ودوريات استطلاعية لفترات طويلة ومتواصلة وبأقل النفقات. فما يميز هذا المنطاد هو قدرته على التحليق في الجو لشهر كامل وبنفقات أقل ب10 أضعاف عن أي مروحية و7 مرات من الطائرات، فيما لو قامت بمهمات مشابهة، ناهيك عن أن هذه المناطيد يصعب على الرادارات كشفها بسبب المواد التي تدخل في مكوناتها. حدود روسيا كبيرة جدا ومن غير الممكن مراقبتها بواسطة العين المجردة، وتخيلوا كم جنديا نحتاج لتأمينها. هذا المنطاد قادر على ذلك، فباستطاعته القيام بدوريات في دائرة قطرها 600 كيلومتر، ويرى كل شيء يحدث تحت مرمى عدسات الكاميرا المثبتة عليه. أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا جدا لمستخدميه. ويخطط قسم تصميم الآليات في العام المقبل لصناعة منطاد أكبر من هذا ب2 يستخدم في مجال العمليات العسكرية الخاصة، مثل مراقبة الوضع في شمال القوقاز وعلى الحدود مع أفغانستان، لمتابعة تحركات الإرهابيين ومنع تهريب المخدرات إلى روسيا. نجاح هذه التقنية الجديدة يدل على أن روسيا قطعت مشوارا طويلا في مجال الصناعات التكنولوجية، انطلاقا من حرصها على توفير الأمن والاستقرار لمواطنيها. محمود صمودي، روسيا اليوم، لمنطقة كرجاج، مقاطعة فلاديمير.